هكذا أرادته السلطة فكان لها ذلك. دستور 7 فبراير يمرر بالأغلبية من دون مفاجآت وبفائض أصوات تجاوز 40 عن الأغلبية المطلوبة. اكتملت أركان مشروع التعديل الدستوري في احتفالية كبيرة بقصر الأمم. هنا التقت كل المشارب السياسية لتقول نعم للرئيس. المصوتون بنعم على مشروع القانون المتعلق بالمراجعة الدستورية 499. تدعيم بقوة لمشروع فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتعديل الدستور. لحظات تاريخية استجبتم لنداء الضمير. لم يكن هذا السيناريو منتظرا أن يتسابق النواب على رفع الأيدي والظهور أمام الكاميرات. كل المؤشرات لم تترك هامشا للشك، وحتى رسالة الرئيس كانت جاهزة للخوض في التجديد الديمقراطي. يندرج هذا التعديل في سياق هذه الإصلاحات الواعدة بالتجدد الديمقراطي لهذا المسعى، فضلا ولعله ليس الوحيد في تعزيز استقرار مؤسساتنا وحماية وطننا من أي مغامرة خطيرة. الدستور الجديد يمر بهدوء ومن دون ضجيج، لكن ظل المعارضة كان الحاضر الغائب في قصر الأمم، فعلى قلة تمثيلها أتى ذكرها على لسان كل متدخل تحت قبة قصر المؤتمرات. تشكيلتين سياسيتين التي غابت لا تؤثر لا من بعيد ولا من قريب، ولكن بيّنت للرأي العام الدولي بأن هناك ديمقراطية تمارس في الجزائر، وأن للمعارضة كلام، وأن للمعارضة مكانة ولها الاختيار. Les absents ont toujours tort. اللي ما يكونش موجود ما عندوش الحق. كانوا يجيو يعبروا مثل ما عبر حزب العمال ويقول صوت ضد كيما تجيش كي تقاطع من سنة فيه انتخابات، هما اللي خاسرين فيها ماشي احنا. ولأن المعارضين لتعديل الدستور في الشكل والمضمون اختاروا طريقهم، كان لموقف سياسة الكرسي الشاغر ارتدادات غير طيبة على أكثر من صعيد. التجاذبات السياسية هي بالفعل لابد أن تكون في إطار المبادئ الدستورية وفي إطار قوانين الجمهورية، وأيضا في إطار حماية الوطن. حزب العمال كان الحلقة الأضعف خلال هذا المجمع بعد مقاطعة الأفافاس وتكتل الجزائر الخضراء، فهو اختار سياسة أن يقول لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك، ومال ميلا إلى القاعدة الرياضية، المهم المشاركة. احنا في حساباتنا عمرها ما تدخل مسألة الشرعية، إضفاء الشرعية أو عدم إضفائها، احنا تدخل مصلحة الأمة الجزائرية وفقط ومبادئ الحزب. إذا كان حضورنا هنا يقدر يساهم في توضيح الشيء، يعني عدد كبير من اللبس اللي سجلناه في هذا المسود. هما صوتان اثنان لا ثالث لهما، قال لا لتعديل الدستور، ومن دونهما ملت الكفة للأقوى في النهاية. المشروع أضحى قانونا والتعديل أصبح دستورا. هي 5 ساعات كانت كفيلة لتنهي 5 أعوام من الإعداد. الدستور الجديد أصبح الآن أمرا واقعا، وربما ما لم يتح اليوم للمقاطعين سيكون محطة للاستدراك في دائرة الإصلاحات المكررة، وبعدها لا يبدو مهما ما كسبته المعارضة وما خسرته السلطة.